صباح الخير. النهاردة هنعمل بتمن طاجن واحد. هنعمل صينية كبيرة هتكفي كل أفراد العيلة. بنبعت نجيب طاجن الفراخ من أي مطعم كشري، بيعمله من أول 50 فما فوق على حسب مستوى المحل. فحرام صراحة، يعني ده هو بربع كيلو بانيه. هنقدر ان احنا نعمل صينية كبيرة تكفي كل البيت. فاول حاجه هتبداي ان انت تجيبي، انا كده كده عندي صلصه المكرونه. كان عندي صلصه مكرونه، فانت هتعملي ايه؟ طماطميتين كده ببصلايه وفص ثوم، علشان دي اللي هنقلبها على الصلصه، تمام، على المكرونه. وهنا حبه خل وحبه ملح مع الميه وهي بتغلي كده. واي نوع مكرونه بتحبيه هتبداي ان انت تحطي بقى كميه على حسب اللي موجودين عندك في البيت. يعني انا استخدمت كيس مكرونه واحد، واستخدمت ربع كيلو بانيه. الكميه اللي انتوا هتشوفوها في الاخر دي معموله بربع كيلو بانيه وبكيس مكرونه واحد. انت بقى تقدري ان انت تضاعفي الكميه، تزودي تقللي على حسب العدد اللي هياكل عندك. فده كده هنسلق بقى المكرونه تلات ارباع سلقه او نص سلقه. تمام، انا حطيت كيس ووحدتين 3 من الكيس التاني. تمام. واحنا يعني 5 افراد في البيت هناكل الكميه دي. فانت بقى ايه، قيسي على حسب كميه الاكل اللي انتوا هتاكلوها بالف هنا وشفا. هنسلق المكرونه زي ما انتوا شايفين كده، هو 3 ارباع سلقه. واحنا بنسلق المكرونه هنعمل الحشوه بتاعه الفراخ. وكده كده زي ما قلت لكم، انا الصلصه عندي كانت جاهزه، واللي مش عنده صلصه هيعمل بصلايه صغيره وحبه توم عليها، يا دوبك يتبلوا، هينزل عليهم بالطماطم وهم يتسبكوا، ويتبلهم بقى بالتتبيله اللي هو بيحبها. وهنا زي ما انتم شايفين انا كنت عامله البانيه عاملاه زي الشاورما بس اتخن شويه، وكنت حاطاه في شويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسود بس كده. وهنا معلقه سمنه. اول لما سخنت نزلت عليها بربع كيلو البانيه زي ما انتم شايفيني كده. كل اللي انا اشتريته من بره هو ربع كيلو البانيه. انا كان عندي المكرونه وكان عندي الصلصه موجوده، والفلفل والجبنه وكل الكلام ده كان موجود عندي. لكن لو انت هتحسبيها ومفيش اي حاجه موجوده عندك في قلب البيت، مش هتتكلفي 100 جنيه في الليله دي. لكن لو هتبداي ان لو هتشتري لكل فرد طاجن، هيبقى ممكن توصلي 300 جنيه 250 جنيه. فحرام صراحه يعني. هنا يا دوبك البانيه بدأ ياخد لون كده ولونه يتغير، نزلت عليه ببصلايه حمرا كنت مقطعاها جوانح ورفيع قوي. وبعد كده هو اول لما البانيه لونه يتغير خالص بقى، انا برضو البانيه مش هياخد معايا وقت ولا المكرونه هتاخد معايا وقت، بس انا عايزاهم كلهم يبقوا مستويين 3 ارباع سوا، والربع الاخير ياخدوه مع بعض بقى كده في الفرن. تقدري تحطي مشروم، تقدري تحطي فلفل الوان، تقدري تحطي فلفل رومي، فلفل حامي، تقدري تحطي حاجات كتير على الفراخ. انا الفراخ اهي بقى لونها اتغير وبدات داخله على سوا. في الوقت دوت هحط فص ثوم على الفراخ، هيفحفح الريحه بتاعتها وهيخليها طعمها جميل. اهو كده خلاص. هنبدا ديت حبه ميه صغيرين عشان اتاكد ان الفراخ استوت. انا بحب كده، انا بحب اللحمه والفراخ يبقوا مستويين حلو. هديلهم التقليبه بتاعتهم بقى كده اهوت، وبعدين هنزل بفص الثوم زي ما قلت لكم. خلي بالكم ديت العين الكبيره، انا حطيت الفراخ عليها لان هي ما بتاخدش، عموما الفراخ ما بتاخدش سوا، يعني في ثواني بتتعمل. بس انا حطيت شويه الميه دول عشان كنت عايزه البصله تستوي شويه صغيرين، والفراخ برضو تبقى سواها يبقى اكيد يعني. تشرب بس شويه كده من الميه دي، وبعد كده تبداي تحطي الحاجات التانية اللي هتحطيها عليها. من احلى الطواجن اللي هتعمليها في البيت. وعلى فكره تقدري تغيري في الحشوات. هنا فص ثوم زي ما قلت لكم كده اهوت، يعني بتاع فصين 3 من الثوم. انا كده كده عندي الثوم مفروم، فخدت منه حوالي ربع معلقه.
وهنقلب بردك كده الفراخ زي ما انتم شايفيني. وبعد كده هو هتحطش بقى الفلفل اللي عندك بقى موجود في البيت، كل انواع الفلفل هتلاقيه على الموضوع دوت. المشروم ينفع يتحط، آه يعني انت شكلي بقى براحتك. ده كده قرن فلفل رومي اهو انا حطيته. انا عندي كده كده الصلصه بتاعتي حاميه، الصلصه بتاعت المكرونه حاميه اهي. بدات الفراخ تشرب الميه بتاعتها، انا مش عايزه يبقى فيها ميه خالص. وفي الوقت ده كانت المكرونه استلقت 3/4 سوا و3/4 سلقه، وكنت صفيتها وشطفتها وسايباها في المصفى لحد ما اكمل سوا الفراخ. الفراخ كده تقريبا كانت خلاص اهو. هشيلها، هبدأ ان انا بقى احط الصينية اللي انا هحط فيها المكرونة. طبعا انا كده طفيت النار، هنزل بالمكرونة بقى عادي كلها كده. وزي ما قلت لكم الكميات دي انتوا اللي تقدروا تتحكموا فيها على حسب ايه العدد اللي هياكل يعني. المكرونة لسه سخنة قوي، هبدأ بنزل عليها بالصلصة برضو على حسب الكمية اللي انت اللي بيحب الصلصة كتير يحط، بيحب قليل يحط، براحته بقى. هتقلبيها كويس مع الصلصة علشان خاطر تاخد كلها من طعم الصلصة، وميبقاش فيه حتة بيضة وحتة حمراء، يبقى كلها واخدة كلها محمرة وكلها واخدة طعم الصلصة اهي. بصوا بوريكم ان الصلصة سمكها تقيل، دي مستبكة ومعمولة. انا بحبها تبقى موجودة في التلاجة صراحة، وبعملها بالزيت طبعا، ما بعملهاش بسمنة. بحمر بصلاية يا دوبك تاخد لون كده اصفر، وبنزل عليها بحبة توم، وبعدين بضرب في الخلاط الطماطم معاها قرنين فلفل، وبنزل بيهم على البصل والثوم، وبسيبهم لما يتسبكوا. وبعد كده بحط عليها فلفل اسود وكمون، وبحط مكعبين ماجي، وبحط شويه ملح ايه اظبط الطعم بقى، والشطه بقى انت وكيفك. دي الصلصه اللي انا عموما بعملها للمكرونه يعني. هنا بقى حطيت كميه من الصلصه، هقلبهم كويس مع المكرونه، ولو لقيتها ان هي محتاجه تاني هحط لها تاني. لقيتها كده تمام خلاص. قلبيها بقى كويس كده. الطريقه بتاعتها في ثواني والله بتتعمل يا جماعه، ما بتاخدش وقت، ولا الفراخ بتاخد سوا. والمكرونه كده كده احنا بقولك هتسلقيها 3/4 سلقه، وبعد كده هتروحي حطها في الفرن. عايز تعملي معاها بطاطس محمره، شيبسي، اي حاجه، كل الحاجات كتير هتليق معاها. وبتمن طاجن واحد هتعملي نفس الصينيه دي كلها. طب وعلى ايه يعني؟ وعارفه نوع المكرونه اللي انت بتحبيه وجايباه، عارفه الفراخ قدام عينك جايباها انت وغسلاها وانت اللي مظبطاها وعاملاها في قلب بيتك. لا الصراحه الطعم مختلف 3000 مره عن اللي احنا بنجيبها من بره، وكمان ما بيبقاش موجود فيها فراخ. يعني انا عامله دي بربع كيلو بانيه، وفي نفس الوقت كان كل وش المكرونه فيه فراخ، لكن التانية انت بتلاقيه قطعتين 3. وعلى ايه؟ من اول 50 جنيه فما فوق، ليه ان شاء الله. اهي هي كده اهو اتقلبت، هبدا بنزل بالفراخ عليها. خليكم متابعين كده وهتشوفوا انا هعمل بقى ايه الرصه بتاعتها. وفي حاجه كمان نقدر ان احنا نغير الفراخ، نعملها باللحمه المفرومه، تقدري تعمليها بالتونه، تقدري تعمليها بالسجق، تقدري تعمليها بالسوسيس، تقدري تعمليها بتاع ده بالجبن بس، تقدري تعمليها يعني. وممكن تعمليها بالصلصه بس، وحطي وفوق منها شويه خضار ببصل مش عارفه ايه كده اهوت، وعليهم شويه جبنه من فوق، او من غير جبنه خالص، هيبقى الطعم تحفه، وهيبقى الشكل مختلف، وهتبقى ما شاء الله تبقى جميله. انزلي بقى بكل كميه الفراخ. بصوا كل سطح الصينيه بقى فيه فراخ، ومن ربع كيلو. فان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم بجد. وفي ثواني انت ممكن تعمليها بالليل، لو مثلا انت جعانه انت وولادك، ولا عايزين تاكلوا اكله او كده اهوت، هتوفري لك بتاع 200 جنيه اهي.
تحطي بقى ايه شوية من الصلصة فوق الفراخ كده عشان ياخدوا برضو طعم، شوية صغيرين. عايز تحطي حطي، مش عايزة براحتك، بس هم هيدوا الفراخ طعم كده. اعملوها بنفس الطريقة اللي انا عاملاها دي، هتلاقوا النتيجة بتاعتها هايلة، والريحة بتاعتها كانت للجو اهو كده. عندك شوية جبن يبقى هتظبطي الكلام، ما عندكيش الصلصة كده هتحمر على الوش الفراخ وهتبقى برضو زي الفل. فما توقفيش نفسك، خدي الفكرة مني، زودي لها او شيلي منها براحتك، بس خدي الفكرة واعمليها. انا كان عندي بقى شوية جبنة ميكس كده، حطيتهم على الوش وخلاص. مش عندك كده كده الصلصة هتحمر على الوش وبرضو هتبقى النتيجة هايلة. في الوقت دوت هتولعي الشواية، وبعد كده هتنزلي الطاجن، تولعي الفرن من فوق ومن تحت على بال ما وشه يحمر. هيكون كمان ايه كمل هيسخن كده من تحت من الفرن، والشواية هتكون بقى ايه حمرت الجبنة، وهتبقى زي الفل. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. اهي هو كده تقريبا خلاص الطاجن اتعمل. وزي ما قلت لك تقدري تغيري في الحشوات بتاعته، تقدري تحطي له مشروم، تقدري تشيلي الجبن ويبقى بصلصه بس. ده كده شكله النهائي. هتبداي بقى ان انت تولعي زي ما قلت لك الفرن وتدخليه، مش هياخد 10 دقايق في الفرن لان كل حاجه مستويه وزي الفل اهو. هتشوفوه دلوقتي. يلا يا رب تجربوه يعجبكم. طريقته سهله جدا وبتتعمل بسرعه، مش ما فيهاش اي وقت هيضيع منك، في ثواني هتعمليه والنتيجه بتاعته هايله. وادي الشكل بتاعه النهائي. بصي كان طعمه جميل وريحته حلوه قوي قوي قوي. وما تنسيش تحطي تتبلي البانيه بشويه فلفل اسود قبل ما تحطيه في السمنه وتحمريه، بيديله طعم جميل بجد، وريحته بتبقى حلوه جدا. بصوا شكله من جوه عامل ازاي، حلو قوي قوي. يا رب تجربوه ويعجبكم، وبألف هنا وشفا لأي حد هيعمله. مع ألف سلامة، وقابلكم في فيديو جديد. بصوا الشكل يا رب يعجبكم.